مرحبا بك. كيف ما شفتي في الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم، ففي الحلقه ديال اليوم غنجاوب على واحد الاسئله اللي بزاف ديال الطلبه ولا بزاف ديال الناس اللي كيبغيو يدفعوا يكملوا الدراسه ديالهم في كندا كيبقاو يسولوا عليهم في التعليق. شنو هو هاد الاسئله هادو؟ هاد الاسئله هادو هما عندهم علاقه بشنو هما الخطوات، يعني من الاول حتى الاخير. ففي الحلقه ديال اليوم غتكون واحد الحلقه اللي غنهضر لك فيها على الخطوات من الاول حتى الاخير. الا بغيتي تعرف هاد الخطوات هادو كاع كافه المعلومات اللي عندهم علاقه بالمنح الدراسه الى غير ذلك، فاللي عليك هو انه دير واحد السبسكرايب وتفعل الجرس، حيت كنجيب لك واحد المحتوى اللي هو ناضي واللي فيه معلومات اللي كيهتموا بك انت وانت شنو باغي دير. انت شنو باغي دير؟ باغي تكمل الدراسه ديالك في الخارج سواء عن طريق منح او لا في الدوله ديال الولايات المتحده الامريكيه او لا كندا الى غير ذلك. فهاد المعلومات هادو غتلقاهم عندي، ولكن اللي خاصك دير هو انه تخلي واحد سبسكرايب وتفعل الجرس وتخلي لي اي سؤال في التعليق ودير واحد لايك باش هذا الفيديو هذا يوصل للناس واحد اخرين وحتى هما يستافدوا والعائله تزيد تكبر. يلا بركه من التسقرين دابا، هبط واحد جوج ثلاثه درتي سبسكرايب، سير على الله. اذا دائما كيبقى يتطرح السؤال على شنو هو الخطوات ولا شنو هما الخطوات اللي خاصني نتبعهم الا بغيت نكمل الدراسه ديالي في كندا. في هذه الحاله هذه غنهضروا على كندا، وممكن في حلقات واحده اخرين نهضروا على الولايات المتحده الامريكيه او لا الى غير ذلك، يعني دول واحده اخرين. ولكن في هذه الحلقه دي نركزوا على كندا. اذا شنو هما الخطوات اللي خاصني نديرهم ولا اللي خاصني نتبعهم من الاول حتى الاخير باش انني نكمل الدراسه ديالي في كندا؟ اول حاجه هو انه خاصك تعرف انت شنو باغي تقرا، يعني شنو هو التخصص اللي باغي دير. فكيف ما كنعرفوا فكندا فيها بزاف ديال الجهات، وكل جهه فيها مجموعه ديال الجامعات. اللي خاصك تعرف هو انه الجهه ديال كيبيك فحاليا دايره واحد القانون اللي هو كيعطي فرصه للطلبه الاجانب باش انهم يقراو بنص الثمن، يعني انهم يقراو بحالهم بحال الطلبه الكنديين، ولكن بشروط، يعني انه حتى كيتم الاختيار ديالك، يعني انه ماشي اي واحد كيدفع الجهه ديال كيبيك، كيتم الاختيار ديالو. اذا هذه حاجه ناخذوها بعين الاعتبار. غير هو بالنسبه للجهه ديال كيبيك، وعلاش قلت هذا الشيء هذا؟ لانه الجهه ديال كيبيك كتفرض واحد التخصصات اللي ممكن انهم يستافدوا من هذا القانون هذا. اذا اول حاجه خاصني نعرف شنو هو المستوى الدراسي اللي غادي نقراه في كندا. واش باغي نقرا سيكل الاجازه، ولا باغي نقرا الدراسات ما بعد الاجازه يعني الماستر والدكتوراه، ولا باغي ندير غير واحد الدبلوم اللي غيأهلني باش انني نخرج وندير واحد التخصص واحد العمل يعني مباشره بعد الدراسه ديالي. وانا كنهضروا على الشهادات التقنيه وكنهضروا بالضبط على السيوجيب اللي كيكون من بعد 3 سنين، يعني انه من بعد 3 سنين كتكون عندك واحد الشهاده لانه كتعاونك باش انه تخرج وتلقى واحد العمل في كندا. فحتى هذا حاجه اللي ممكن تفكر فيها. اذا اول حاجه اللي خاصك تعرف هو انه فين غنقرا، يعني انه واش نبغي نستافد من الفرصه اللي كاينه في الجهه ديال كيبيك، وثانيا فين النوعيه ديال الدراسه اللي غادي نبغي نديرها، يعني انه واش غادي نبغي نقرا في سيكل الاجازه او لا نبغي نقرا الماستر ولا الدكتوراه او لا واحد الدبلوم كيف ما قلت. ايضا من الحوايج اللي خاصك تعرفهم هو التخصص اللي غادي دير. فكيف ما قلت كاين بعض التخصصات في الجهه ديال كيبيك اللي كيستافدوا من العرض ديال يعني تقرا بحالك بحال الطلبه الاجانب. فكاين مجموعه ديال التخصصات ولكن هما غالبا تخصصات في الميدان التقني، الميدان الصحي او شبه الصحي، الميدان ديال التربيه والتعليم، وبعض الميادين الاخرى اللي هضرت عليها في الحلقه اللي هضرت فيها على الدراسه في كيبيك وعطيت فيها كافه المعلومات اللي ممكن تلقاها في القناه ديالي. فاذا كنتي انت ما مهتمش بهذه التخصصات هادو وبغيتي تقرا شي حاجه اللي يمكن ما عندها حتى شي علاقه بالتخصصات هادو، يعني ما بغيتيش تقرا بالضبط في الجهه ديال كيبيك وما بغيتيش تستافد من هذا العرض هذا وبغيتي تقرا واحد التخصص اللي ما شاملش هذا العرض هذا، مثلا بغيتي تقرا القانون فممكن انه تقراه في ولايه واحده اخرى، او ممكن تقرا حتى في الجهه ديال كيبيك، غير هو ما غتكونش مستافد من العرض اللي مديور حاليا ديال انه تقرا بواحد الثمن اللي هو منخفض. من بعد ما كتعرف التخصص اللي باغي دير فهنا كيجي التقديم على الجامعات. يعني اول حاجه خاصك تعرف شنو هما الجامعات. فايضا كنت درت الحلقه اللي فاتت فدرت فيها مجموعه ديال الجامعات اللي كاينين في الجهه ديال كيبيك، وان شاء الله ندير حلقه على مجموعه ديال الجامعات اللي كاينين في كندا بصفه عامه واللي كيديروا مجموعه ديال التخصصات. غير هو في الجامعات اللي هضرت على كيبيك فهاد الجامعات هادو كيديروا مجموعه ديال التخصصات وخاصه التخصصات اللي كيستافدوا من العرض ديال التخفيض. فممكن ترجعوا تشوفوا هذه الحلقه هذه لان فيها بزاف ديال السميات ديال الجامعات وايضا حتى السميات ديالهم باش انه تدخلوا تلقاهم مباشره، يعني انه تعرف عليهم كافه المعلومات. اذا في هذه الخطوه هذه فكتعرف شنو هي الجامعات وشنو هما التخصصات اللي باغي دير باش انه تكمل الدراسه ديالك. من بعد ما عرفتي المعاهد او الجامعات اللي باغي دير فندوزو الخطوه اللي موراها. الخطوه اللي موراها هو انه تعرف التوقيت. فكيف ما كنعرفوا الدراسه في كندا فهي ما كتكونش دائما مفتوحه، يعني كتكون مفتوحه عن طريق دورات. كاين الدوره الربيعيه والدوره الخريفيه. فالعام كيبدا بالدوره الخريفيه وكتجي موراه الدوره الربيعيه، وكاين دورات اللي هما كيكونوا دورات قصار بحال الدوره الشتويه والدوره الصيفيه. ولكن الدورات اللي هما اساسيين يعني الدورات اللي هما كبار واللي هما دائما كيكونوا هما الدوره الخريفيه والدوره الربيعيه. اذا دائما غطرح السؤال فوقاش نبغي ندفع، يعني فوقاش نبغي ندير التقديم ديالي باش انني نمشي لكندا. فالنصيحه ديالي هو انه باش تبدا السنه الدراسيه ديالك دائما حاول انه تبدا في الدوره الخريفيه، ولكن هذا الشيء هذا ما كيمنعش انه حتى الا بغيتي
تمشي وتبدا من الدوره الربيعيه، ممكن لانه تعطلتي في الوراق او تعطلتي في الاجراءات ديالك الى غير ذلك وبغيتي تمشي حتى للدوره الربيعيه، فحتى هنا ما كاين حتى شي مشكل. غير اللي خاصك تعرف هو انه اي جامعه تبغي تدفع لها فخاصك تدخل وتشوف الديدلاينز، يعني التواريخ المحدده فوقاش انهم كيكون اخر اجل باش كيقبلوا الطلبات وفوقاش انه كتبدا الدراسه. هاد التواريخ هادو خصك تكون عارفهم بالضبط باش اولا كتاخذ الوقت ديال الكافي ديالك باش انه كتوجد الابليكيشن ديالك، يعني ما كديرهاش بالزربه. فكما كنعرفوا فاش كتوجد شي حاجه بالزربه فالجوده ديالها كتكون ناقصه بزاف، وانا ما بغيتش دير شي حاجه اللي ناقصه، بغيت كدير شي حاجه اللي مزيانه بزاف. داكشي علاش خاصك انه تعطي الوقت الكافي ديالك، يعني انه تركز على الابليكيشن ديالك، وهادشي هذا غيخليك انه تركز في الابليكيشن ديالك فاش تعرف التاريخ فوقاش غيكون اخر اجل. فمثلا الا كان اخر اجل التقديم هو نقولوا مثلا غشت، يعني شهر 8، او لا نقولوا مثلا يناير، فمن الاحسن انه تخلي واحد 3 شهور او لا 4 شهور باش انه تاخذ الوقت الكافي ديالك، توجد الورقات ديالك وتقاد كل شيء مزيان كيف ما هو هذاك، كيف ما خاصو يكون ناضي كناضي. واحد الحاجه اللي مهمه واللي خاصني نقولها واللي نشيرها في هذه الحلقه هذه هو انه انت بطبيعه الحال فاش غتبغي تكمل الدراسه ديالك في كندا فخاصك تجاوب على واحد السؤال مع راسك، واحد السؤال اللي هو مهم بزاف. شنو الغرض ديالك من هذه الدراسه؟ يعني انه انت واش تحصل على واحد الدبلوم اللي من بعد انه ترجع للمغرب، بزاف الناس كيديروها، يعني انه اللي كيهمه هو انه غير يقرا ويحصل على واحد الشهاده اللي غتخليه انه يرجع للمغرب وهو عارف شنو ممكن انه يدير بها، يعني اللي كيهمه هو الفورماسيون والدبلوم ومن بعد ما يبقاش في كندا. وكاين الناس اللي كيقول لك لا، انا من بعد ما غادي نقرا في كندا وغنحصل على واحد الشهاده فضروري انني نكمل الحياه ديالي تما، اولا يمكن نخدم واحد العدد ديال السنوات، يعني انني نوجد راسي او لا انني نطور من راسي في الميدان ديال العمل. فهنا صديقي صديقتي خاصك تطرح واحد السؤال اللي هو مهم بزاف، اللي هو واش هذيك الجامعه ولا داك المعهد اللي غادي نكمل فيه الدراسه ديالي كيرخص لي انني نحصل على شهاده باش انني نخدم، يعني الورك بيرميت، يعني لوتوريزاسيون دو ترافاي، يعني واش غتكون عندي من بعد ما انني نسالي الدراسه ديالي. وهنا غنخلي لك واحد الرابط لتحت مجموعه ديال الجامعات والمعاهد اللي فيهم هاد الشروط هذا، يعني انه من بعد ما كتكمل الدراسه ديالك فيهم فهما كيعطيوك يعني بحال نقولوا حنا الموافقه، يعني هاد الجامعات هادو عندهم موافقه باش انه مباشره من بعد ما تسالي تدفع الورك بيرميت ديالك باش انه يكون عندك تصريح ديال العمل من بعد ما تسالي الدراسه ديالك. غير هما ماشي كافه المعاهد، ولكن كاينه ليستا ديال المعاهد المرخصه واللي دايروا الموقع الرسمي ديال كندا. اللي خاصك تعرفوا انه لي زيكول ولا لي زونيفرسيتي ديزيني، يعني انهم اللي كيعطيوك التصريح ديال العمل فكتكون عندك فرصه ولا وقيته ديال 3 شهور باش انه تقدم على الطالب هذا، فمن بعد 3 شهور ما كتكونش عندك فرصه نهائيا. اذا هذه ديما ديرها في بالك، يعني انه فاش تقرب تسالي الدراسه ديالك وجد باش انه تقدم على الورك بيرميت ديالك واللي كيكون عندك وقت ديال 3 شهور باش انه تقدم على هذا الطلب هذا. اذا من بعد ما فكرنا في هذا الشيء هذا كامل، يعني انه عرفنا التخصص اللي باغي نديرو، عرفنا نوعيه الشهاده اللي باغي نديرو، عرفنا الجامعه فين باغي نقراو والبلد ولا الولايه فين باغي نقراو، وعرفنا هذيك الجامعه واش انها غادي تعطينا رخصه باش اننا نكملوا العمل من بعد، يعني انها واش ديزيني ولا لا. فهذا الشيء هذا كامل عرفناه. اذا دابا غنجيو للخطوه اللي موراها. الخطوه اللي موراها هو انه تشوف التقديم ديال الطلب شنو مطلوب منك فيه وتبدا توجد الاوراق ديالك. اذا بالنسبه للتقديم على الطلب فكيكون مجموعه ديال الاوراق اللي كيكونوا مطلوبين منك واللي خاصك توجدهم، واللي غالبا كيكون عندهم علاقه بالمستوى الدراسي ديالك، يعني انت شنو اخر شهاده حصلت عليها، شنو كانوا النقاط اللي حصلت عليهم في السنوات ديال الدراسه ديالك او ما يعرف بالغوفي ديال النوت، يعني الترانسكريبت ديالك، ويكون التركيز على المواد اللي عندهم علاقه بداك التخصص اللي باغي دير، واش مطلوب منك واحد الريكومنديشن ليترز ولا رسائل ديال التزكيه، واهم حاجه اللي هي امتحانات ديال اللغه، واش مطلوب منك شي امتحانات ديال اللغه ولا لا. يا سيدي كاين بعض المعاهد ولا بعض الجامعات اللي ما كيطلبوش منك امتحانات ديال اللغه بحال الايلتس، تي سي اف، التوفل الى غير ذلك. والا كان هذا الشيء هذا يعني مطلوب فممكن ندير عليها حلقه ونقول لكم شنو هما الجامعات ولا المعاهد اللي ما كيطلبوش الامتحان ديال اللغه. المهم خلي هذا الشيء هذا ولا السؤال ولا الطلب هذا خليه لتحت في التعليق وان شاء الله نديروا عليه حلقه الا كان عليه واحد الاقبال، علاش لا. اذا من بعد ما كتعرف شنو مطلوب منك فكتبدا توجد الاوراق ديالك وكتبدا توجد الترانسكريبت ديالك وكتبدا توجد الامتحانات ديال اللغه ديالك. داكشي علاش دائما كنقول لك انه خاصك تخلي الوقت الكافي، لانه خاصك تخلي الوقت باش انه توجد الامتحانات ديال اللغه. انه فاش كتبغي تاخذ واحد الامتحان ديال اللغه فكيطلبوا منك واحد الوقت معين، يعني انه كتاخذ واحد الغونديفو ولا واحد الابوينتمنت واللي ما كتعرفش فوقاش ممكن يكون عندك وقت باش انه دوزو. المهم هادشي هذا كامل مزيان انه تخلي الوقت الكافي باش تجنب يعني اي ضغط ديال الوقت. فمن بعد ما كتوجد الاوراق ديالك فكتقدم الابليكيشن ديالك، واللي بغي نقول لك هو انه عطي الوقت الكافي للابليكيشن ديالك، يعني هذيك الاستماره ولا داك الطلب ولا ديك الابليكيشن فاعطيها الوقت الكافي
فممكن انه يعني تعمرها في بزاف ديال الوقت. يعني ماشي ضروري انه تجلس غير مره واحده وتعمرها. كاين بعض الابليكيشن اللي هي الكيس، ولكن كاين بعض الابليكيشن اللي كدير معاهم غير اكونت وكتبقى كل مره تدخل وتكمل في الابليكيشن ديالك. فمن بعد ما كتكمل الابليكيشن ديالك خاصك تعرف هو انه بزاف ديال المرات ولا في معظم الحالات فكيكون واحد الفخي، يعني كيكون واحد الثمن اللي خاصك تخلصو، واللي هو بحال نقولوا حنا الفخي ديال الدوسي. هو ماشي ضروري الفخي ديال الدوسي، ولكن هو واحد الثمن اللي كتخلصو باش انهم كيقراو الابليكيشن ديالك، يعني بحال نقولوا الابليكيشن في. فهاد الابليكيشن في ديالك هو واحد الثمن اللي كتخلصو باش انه هاد الجامعه ولا هاد المعهد كيقراو الابليكيشن ديالك وكيشوفوا واش انت صالح باش انهم يكملوا معك، يعني باش انهم يدوزوا معك الخطوات اللي موراها، ولا انه راك ما مقبولش. فاللي خاصني نقول لك هو انه الثمن كيتراوح تقريبا ما بين 80 ولا 90 دولار حتى ل 200 ولا اكثر. فهو ثمن ماشي غالي بزاف، ولكن في نفس الوقت يبقى واحد الثمن اللي خاصك تخلصو باش انه المعاهد انهم يقراو داكشي اللي عطيتيهم ويشوفوا واش انت صالح باش يكملوا معك في الاجراءات ولا لا، وبطبيعه الحال باش يقبلوك او لا. اذا من بعد القبول فخاصنا نفكروا في واحد الحاجه اللي هي مهمه، واللي هي المصاريف ديال الدراسه. تبارك الله عليك شافوا انه انت راك في كاع الامور اللي كتحتاج باش انهم يقبلوك وقالوا لك انه انت راك مقبول. المهم قلت مقبول بزاف ديال المرات وصرفتها في بزاف ديال الحوايج، المهم مقبول في القبول الى غير ذلك. المهم واحد الحاجه اللي خاصك تعرفها هو انه هنا كتجي المصاريف ديال الدراسه. المصاريف ديال الدراسه كيف ما قلت ففي الجهه ديال كيبيك ممكن تستافد من العرض ديال التخفيض الا كنتي داير واحد التخصصات معينه والا اختاروك. اما الا كنتي غتقرا في بعض الجامعات ولا المعاهد فغالبا كيكون مطلوب منك انه تخلص المصاريف ديال الدراسه. اذا المصاريف ديال الدراسه غالبا ما كتكونش غتخلصها اول مره، ولكن كتكون غتخلص يعني سنه بسنه ولا دوره بدوره. غير هو كيكون من الاحسن انه فاش كتكون كتدفع الفيزا اللي نهضر عليها دابا شويه فتبين انه انت قادر، يعني انه عندك الموارد باش انه تخلص وتكلف المصاريف ديال الدراسه ديالك. واحد الحاجه اللي خاصني نقولها واللي خاصني نشيرها مادام مني كنهضر على المصاريف ديال الدراسه هو انه انت كطالب فغالبا ولا 100% كيكون عندك فرصه باش انه تحصل على الاعمال ديال الطلبه الجامعيين. يعني انه فاش كتمشي لكندا وكتقبل وكتكون كتقرا فكتكون عندك فرص باش انه تخدم وتكلف بعض المصاريف راسك. يعني داكشي اللي كتقول انه غتخلصوا في الاول فماشي بالضروره انه غتخلصوا كامل يعني من جيبك، فممكن انه تخدم وتخلص هاد المصاريف هادو. اولا الا كان شي واحد غيتكلف بك فما غاديش يتكلف لك بكل شيء، فيعني الا خدمتي فممكن انه تغطي بعض المصاريف ديالك، الا كان التركيز ديالك هو الدراسه، وحتى هذه حاجه مزيانه. فبطبيعه الحال كتخلص المصاريف ديالك كامله وبطبيعه الحال كتركز غير في الدراسه ديالك، وحتى هذه ما فيها حتى شي باس. غير هو الا بغيتي انه تخدم وتقرا يعني انه تكلف بشويه المصاريف ولا المصاريف كاملين طيله المده ديال الدراسه ديالك، فحتى هذه حاجه مزيانه اكثر هي الا قديتي توفق بيناتهم. والصراحه خاصك توفق بيناتهم، علاش لا؟ خاصك تكون راجل وخاصك تكون امراه. اذا اخر نقطه اللي كتجي دائما واللي هي انه تبدا توجد الاجراءات ديال الفيزا. الاجراءات ديال الفيزا هو انه اولا كدير تقديم الطلب، فالطلب كيكون اونلاين، ما عرفتش مازال كيكون تقديم حتى يعني بالاوراق انه تدير لهم الاوراق بيدك، ولكن كيكون تقديم اونلاين على الفيزا. فكتعطي كافه الاوراق اللي مطلوبين منك وكتحاول تبين اي حاجه اللي كتدعم لك الدوسي ديالك. فبزاف ديال الناس كيقول لك انه خاصك تبلوكي كونت، ولكن على ما كنشوف انه كيكون مطلوب منك غير انه تبين الغولفي ديال البنكه ديالك، يعني انه تبين شحال كاين في الكونت وبطبيعه الحال المصاريف ديالك الى غير ذلك. هادشي غير كيدعم وكيبين انه انت راك قادر تكلف المصاريف ديال الدراسه. ايضا بين الحوايج اللي كيكونوا مطلوبين منك في الفيزا هو بحال مثلا حسن السيره، ايضا بعض الاوراق اللي كيبينوا مثلا الصحه ديالك، حوايج بحال هادو اللي ممكن انه تلقاهم كاملين فاش غتوصل لهاد الايطاب هادي غتلقاهم في الموقع ديال الفيزا ديال كندا، وغادي تلقى كاع الامور اللي خاصك توجدها قبل ما تمشي للموعد ديالك، وتاخذ طبيعه الحال من بعد ما توجد الاوراق ديالك كتاخذ الموعد ديال الفيزا اللي كتكون مقابله، يعني كتعطيهم غير الاوراق ديالك. يمكن كيكونوا شي اسئله اللي هما قلال، ولكن اللي خاصك تعرف هو انه الابليكيشن الفيزا فحتى يعطيها الوقت ديالها الكافي، وحاول انه تبين كاع الاوراق اللي مطلوبين منك، وحتى شي حاجه اللي كتشوفها انها غتدعم الدوسي ديالك، يعني غتدعم الملف ديالك وغتعطيك واحد الافونتاج، فحتى هي حاول انها تجيبها وتبينها. اذا هذا الشيء اللي كاين. فاش كتوصل للفيزا كتبقى اخر حاجه هو انه يقبلوك يعطيوك الفيزا باش انه تمشي تكمل الدراسه ديالك. وصراحه كنشوف ما غادي يكون حتى شي مشكل الا كان عندك القبول ديال الجامعه وكاع الامور اللي مطلوبه منك انه كتبينها بواحد الطريقه اللي مزيانه، فما كنشوف انه حتى شي سبب اللي غيكون باش انهم يرفضوا الفيزا ديالك الا كان شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش. اذا كانوا هادو هما الخطوات. اكيد اني هضرت على الخطوات بصفه عامه، كاين شي حوايج اللي ركزت عليهم، كاين شي حوايج اللي ما ركزتش عليهم. الا كاين اهتمام وكاين واحد النقطه معينه اللي بغيتي انها تعرف عليها معلومات اكثر فخليها لي لتحت في التعليق، وان شاء الله ندير عليها واحد الحلقه ونهضر عليها من طقطق السلام عليكم، يعني بالديتاي ديال الديتاي، غير شنو هي هذه النقطه هذه اللي انت ضرك في راسك وبغيت تعرف عليها اكثر.
والى عجبك المحتوى اللي كندير وهاد المعلومات كاملين اللي كنمشيو كنقلب عليهم وكنجيبهم، فخاصك دير واحد السبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. خلي لي واحد التعليق زوين راه كيعجبني الحال، وبطبيعه الحال بارطاجي هذه الحلقه هذه مع ناس اللي عندهم اهتمام، بارطاجيها عندك. راني مازال غنوفي بالوعد ديالي، غير هو الا كنتي مهتم فحاول تخلي لي تعليق اللي تكتب فيه انه انت راك مهتم، وان شاء الله نديروا واحد المكالمه هاتفيه الا تختاريتي. يعني كانوا بزاف الناس مهتمين، فاذا تختاريتي غندير معك واحد المكالمه هاتفيه. الا كان عندك اي سؤال او الا بغيتي نعاونك نعمر معك الابليكيشن ديالك، على الراس والعين، مرحبا. هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم، ونشوفك في الحلقه الجايه. تهلا في راسك وبالتوفيق والنجاح، وكيف ما كنقول دائما اهم حاجه هو انه تجرب، يعني انه تعطي راسك فرصه. علاش لا؟ اذا تقبلتي فهذه حاجه مزيانه، وكاين بزاف الحوايج اللي ممكن انه ديرهم ان شاء الله. والا ما تقبلتيش فغتكون انه جربتي الحظ ديالك، وان شاء الله تقبل مره اخرى. اذا هادشي اللي كاين في الحلقه ديال اليوم، شكرا لك بزاف على المتابعه، ونشوفك في الحلقه الجايه. بسلامه والله يعاون.